المكان هذا يقولون إن فيه تناجم وجدا جميل. يكفي يعني يكفيك تشوف هذا المنظر الجميل. شوف هذا المنظر الجميل. هذه هني مثل ما قلت لكم الزحليقة 9 طوابق. 9 طوابق تركبها. إذا تبى تنزل انزل بالزحليقة أو تبى تنزل عادي. عليكم يوم جديد وفيديو جديد. اليوم رحنا، كانت في رحلة من زاكوباني إلى سلوفاكيا، خصوصا منطقة زاديار. الرحلة تقريبا أقل عن ساعة أمانة، وحاليا احنا في الدرب. بس قلت بصور لكم الفيديو أو مقدمة الفيديو وبراويكم المنظر الخلاب اللي على مشارف قبل لا ندخل زاديار. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن سبحان الله. شوفوا معاي المنظر الخلاب. وهذا يعتبر يوم مشمس. الله سبحان الله. شوف كل ما تلف كل ما تشوف المناظر أحلى وأحلى. غوز عن الشارع بس سبحان الله. يعني بس انت ودك تجلس هني. والله ودي بس اجلس وما اسوي اي شيء، بس افرش حصيري هني واشرب القهوة واتم اسمع الاصوات واشوف الزهور هذه والمناظر الجميل. الله سبحان الله سبحان الله. حتى هني ترى في مناظر بس ان هذه بتكون يعني مش واضحة لان احنا تحت وهي فوق. شوف المنطقة ما شاء الله. خلونا الحين نكمل يومنا ونشوف شو موجود في منطقة زاديار في الشمال السلوفاكي. عليكم وصلنا لمكان الاكتيفيتي اللي كنا جايينه من لمدينة زاديار. ركبنا التلفريك. خلنا اراويكم الحين المكان كامل مع الاجواء الجميله. شوف الشعر كيف يتحرك. ايوه شوف الاجواء جدا جميله، هدوء ما في زحمه. براويكم الحين المنطقه بشكل كامل. هذا التلفريك اللي قدامكم هو اللي جابنا الى فوق، وتنزل على طول على هذا المكان كامل مثل ما انتم شايفين. الحين بنستكشفه مع بعض. الموجود فوق هذا تحيدونه في رحله زاكوباني كان موجود اللي هو مون ووكر اسمه. تركب ليه على شيء وعقب تنزل بالزحليقة. هذا موجود نفس الشيء في هذه المنطقة الجميلة، وفي مطعم وفي أشياء ثانية نشوفها مع بعض. أنا إذا قلت لك الجو يخبل شوية، يعني شوف اللي هو شغل الترتيبات، أنا ما أدري ولا لا، بس إن الجو خله هني جدا جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. اوه في شيء هني، في شيء. خلونا دام احنا طالعين من الصبح من زكوباني ما تريقت يعني انا، فالحين خلنا شوي اخذ نفس واتريق واراويكم المكان بشكل اوسع. يعني اليوم في هذا الفيديو اللي هو لرحلة زاديار بيكون هذا هو المكان الاساسي في هذا الفيديو في التغطية هذه. خلنا بس الحين قبل لا اروح اتريق اراويكم شيء من الاشياء اللي شفتها، واللي هو هذه. صبر شوي خلنا الف لك الدراجة هذه درجات تروم تستخدمها في النزول. قبل ما تنزل مثلا بالتلفريك تروم تستخدمها في النزول، وهي تجربة حلوة. لكن حاليا يعني حاليا في الوقت اللي انا فيه مغلقة مسكرين ما في حد يعني. شوفوا المنظر من الصوب الثاني، ها اللي على الطرف اليسار. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. انا ما ادري اذا انتم بتسمعوني عدل ولا لا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي يقول لك سلسلة جبال التاترا. سلسلة الجبال التاترا اللي بين زكوباني وبين زاديار، بين سلوفاكيا او الشمال السلوفاكي وبولندا. هذه هي سلسلة الجبال اللي اسمها تاترا. ما شاء الله. شوف هناك حتى قمة الجبل صارت ما تبين، والسبب ان الغيوم مغطيتنها وفيها شوية ثلوج. خلونا الحين ندخل ونروح نتريق
قبل لا نكمل رحلتنا في هذا الفيديو. توهقنا يا شباب، ما حصلنا مكان نسوي ريوق فوق، فاخذنا لنا الجواية البرتغال هذه ولا شو، سندويتش وشيبس وكوفي، وجالسين على هالمنظر في مطعم تحت هذاك، يعني في نظام بوفيه، يعني تعال ادخل وشيل انت وحظك، فمش يعني مش اكيد انه نحصل لك ان احنا كحلال، فقلنا خلنا ناخذ على المضمون هاي الاشياء نتصبر فيها لي بعدين، وعقب بنسير على هذيك المناظر ونكمل الفيديو معاكم ان شاء الله. أن وصلنا في هذه المنطقة، ما ادري ليش مسوي صعوبات على السيارة ظني. الحين خلنا نتقدم ونشوف شو اللي موجود. اشوف على اليسار فيه تماثيل، ما ادري اذا انتم تشوفونها. حلو ان الجو يتعدل بسرعة، يتعدل يعني اذا مرت عليك شمس يمكن 10 دقايق ربع ساعة امورك تمام. امانة المنطقة فيها عوايل وفيها كلاب، شوفوا هناك تماثيل اللي هي العائلة وما العائلة وغيرها من الاشياء. الحين التذاكر اللي احنا دفعنا عليها دخلنا هني بنسوي لها سكان، بندخل وبنشوف شو اللي موجود. شو هذا؟ ما ادري شو هذا، شو التذاكر هذه، بس اعتقد ان تذاكرنا بتدخلنا. وهني في اشياء بعد تسويها، في ناس يحبون يمشون يسوون يعني مسارات مشي، وهناك تبى تشيل كلبك وتمشيه، كل شيء يستوي. هذه المنطقة اسمها تري ووك، لو مشي مال الاشجار، تكون دور ما داير. شوف نمشي حول الاشجار كاملة، هذا مسار كامل لو تلاحظون معي لهناك، اخر شيء يودينا ظني على فوق. المكان هذا يقولون ان فيه سناجب، فين السناجب انا ما اعرف. ان شاء الله هو اليوم يا جماعة، هو ما شاء الله غير طبيعي، لانك انت فوق في منطقة عالية. شوف والله الجو خضار. اوه بطيح. ها ها سويت حق نفسي جو. هذا مسار مع اني يستوي هني، بس انه رحت لهناك. شوف ما شاء الله هذه المنطقة كاملة. في حيوانات تحت ولا لا؟ ما ادري والله اذا في ولا لا. يقولون في سناجب، يا ادور سنجوب، ادور سنجوب، ودي احصل ام حاصل. ان شاء الله رهيب، تحس عمرك تمشي فوق. يعني الاشجار هذه ترى يعني طولها وايد طويلة، الاشجار هذه طويلة جدا، بس ان انت تمشي فوق معاهم. تعالوا نشوف نحصل سنجوب ولا لا، وخلونا نكمل رحلتنا ونشوف ان شاء الله. شوف الاجواء، شوف الجبال، شوف ما شاء الله سبحان الله، الحمد لله. مع التقاء الغيوم مع الغيوم والجبال والخضرة والغابات والسهول، كل شيء مبين من هني ما شاء الله تبارك الله. ما مسوين ازعاج الجروب، مو مخلينك انت تركز في شيء. يقولك في هذه الاماكن هني في هذه الاشجار في سناجب طلع، وفي بومة، وفي كذا حيوان يعني موجود، هم حاطين صورة يعني وحاطين معلومات عنهم. دوكا فجدا جدا جميل صراحة، المسار هذا جدا رهيب، مع الجو والهدوء والجو البارد والهواء. انا دقيت بصدري ولبست شيء خفيف، قلت ان الشمس خلاص يعني شو بيشتي. صح الجو مش يعني وايد بارد، بس الهواء يخليه ابرد يعني. اشوف ما شاء الله كيف الجو جدا جميل صراحة، انصح وبقوة، خصوصا لو الجو ممتاز مثل هذا، تيجي تغير لك جو تمشي تشم هواء طبيعي، بس بعيد عن الحشرة هاي. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، سبحان الله.
الواحد يجلس هني ويكيف بس يشوف المنظر اللي هناك. تشوفون التقاء الجبال مع بعض، هذا بس كم يسوى. ما تخلص المكان. طبعا انا ما رحت مال الزحليقة وهذا، بس تحصل فيه في سوق. في سوق هني تبغى تشتري اغراض يعني وانت طالع من المكان. هذا السوق، هذا الكوفي اللي اخذنا من عند الريوق، ما في شيء صراحة. هذا هو. ترى العلم وللتذكير هني باليورو، يعني الزلوتي مالك ما بيودي اذا كان عندك زلوتي. فهذا هو باليورو، لازم تهني وتدخل المكان. شوفوا الجو كيف صار، جدا جميل ورهيب. في فعاليات ثانية بس اعتقد انها مسكرة الى الان، يعني ما شفت حد في. انا ليش مصور فوق؟ في فعاليات ثانية بس اعتقد انها مسكرة. في يعني في اكتيفيتي مال الصقور، ما الصقور وغير من الاشياء، بس حاليا مسكرة لان ما اشوفهم موجودين صراحة. فحاليا هذا اللي موجود بشكل عام. في العاب اطفال حاطين هني وتشوفون قدامكم 200 متر يسار هناك. هذه شوف، هاي اللوحة حاطيلك ان في العاب اطفال في بعد 200 متر هناك. وهذا تعيد يوم قلت لكم النزول هذا الحين فتح، ما ودك تنزل بتلفريك تقدر تستعمل نفس هذيل وتنزل الى الاسفل. لو ما عندكم اغراض، لو شباب يعني احس فوق 12 سنة تناسب وخفاف يعني. بس اللهم شوف هذا المسار وانت يودونكم ليه تحت مسار كامل يعني. الى الان ما شفت ولا سنجاب، مع ان يقولون في حديقة سناجب بس ما شفت، على حظي ما شفت شيء. بس انه صراحة بقعة جدا جميلة وحلوة يعني وعائلية. لكن هل هي ان اغلب الاشياء مسكرة؟ هذه على حظي يعني، على حظي الحلو. شوف رؤوس الجبال صارت ما تبين اكثر الحين. اول كان بس جبل واحد، الحين لا الكل ما يبينون ان الغيوم نزلت. اعتقد المنطقة هني تستوي ابرد كل ما صار الوقت اقرب للمغرب، تستوي ابرد. جدا جميلة صراحة. فنبغى نشوف الحين شو الاكتيفيتي اللي نروح نسوي، وشوف دين هل في سنتر لمنطقة زاديار ولا لا. اغلب منطقتهم شوف في اشياء، يقول ان في الصور يقول ان في اشياء، بس ان على الحظ ان كل شيء مسكر يعني حاليا. اوه شوف المنظر هناك، رهيب 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 رهيب. اللي يحب الهايكنج يا شباب، اللي يحب الهايكنج والمسارات المشي، فاعتقد انه بيستمتع في بولندا، وبيستمتع نفس الشيء في الشمال السلوفاكي. لان اشوف وايدين صراحة يعني يمشون هني، عندهم العصا هذه وعندهم الشنطة ويتمشون. عبالي بيقولوا لي ممنوع بس طلع عادي. واحد ياس يلحقني عبالي انه بيطلع ممنوع. شوف المنظر، هذه هني مثل ما قلت لكم الزحليقة 9 طوابق، 9 طوابق تركبها. اذا تبى تنزل انزل بالزحليقة، او تبى تنزل عادي. تنزل بالزحليقة تدفع 3 يورو تقريبا، او تجلس فوق وتستمتع. شوف برايكم فوق، اصبر شوي خلنا نسوي لك زوم. ايوه شوف الناس كيف واقفة في الشبك هذا ومستمتعة يعني بكل بساطة. في كذا مسار للتلفريك مثل ما تشوفون، بس ما اغلبيتها مسكرة حاليا، مش عارف. شوف هناك تلفريك، هني تلفريك المفتوح، اغلبيتها مسكرة الحين. الوقت اللي انا جيت فيه اغلبيتها مسكرة. هل هي شتوية فقط؟ ما اعتقد، بس انها يمكن تحت الصيانة او شيء من هذا القبيل، او يفتحونها في مواسم اللي فيها السياح بشكل اكبر من الحين. الحين في هذا الموسم اللي انا فيه سياح اقل تبى الصدق يعني صراحة، بس انه وايد سياح. فاعتقد ان عشان ما يكلفهم فلوس، يمكن انا من كيسي، عشان ما يكلفهم فلوس سكروه. واذا السياح زادوا يمكن يفتحونه. اوه طير 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 طير.
بلحق اصوره ولا لا؟ هذا وين رحت؟ شرد خلانا نصوره. الحين خلنا نشوف شو بنسوي في هذه المنطقة. بعد راكبين التلفريك ونازلين ومتجهين إلى منطقة أو قرية زاد ديار. خلنا نشوف. أوكي فنازلين الحين وشوف الوضع، يعني الأوضاع جيدة صراحة. طب وصلنا لنهاية تغطيتنا لزاديار، الشمال السلوفاكي الجميل. المدينة أو القرية، هي أنا ما أعتبرها مدينة، أعتبرها قرية أمانة. براويكم إياها، ما فيها خيارات كثيرة. اللي ناوي يزورها ما أنصحك أن تخليها هي الوجهة الأساسية، وجهة نظري ما أنصحك. أنصحك أنك تبيت في زكوباني، لأن مدينة أكبر أو قرية أكبر تعتبر. يعني مدة ساعة أو أقل عن ساعة إلى قرية زاديار في الشمال السلوفاكي. فالمدينة بشكل عام ما فيها خيارات كثيرة، ما فيها فنادق كثيرة، ما فيها أكواخ كثيرة، ما فيها مطاعم كثيرة، خصوصا المطاعم الحلال دورت ما حصلت. إلا أنها يعني جميلة صراحة كزيارة حلوة. شوف معاي، هذه هي اللي قدامك، هي القرية، قرية زاديار في الشمال السلوفاكي. جدا جميلة صراحة، لكن نفس ما قلت لك ما ينفع تخليها كوجهة أساسية، لأن خياراتها أبسط، يعني مش كثيرة خياراتها وتنوعها أقل عن زكوباني، لكن صراحة جميلة. يعني إذا تباها تعالها تنفع. أحسها وجهة أساسية للشتاء، لأن شفت كذا واحد يعني أو لوحات كثيرة للتزلج على الجليد فيها، وجدا جميلة. يكفي يعني يكفيك تشوف هذا المنظر الجميل. شوف هذا المنظر الجميل، وغير المكان اللي احنا سرناه. يعني متعودين على السياح وخصوصا العرب، لكن كخيارات هي أقل عن زكوباني بكثير، سواء مطاعم، فنادق، أكواخ، اللي هي الدكاكين وهو الجمعيات هذه، كل شيء يعني ما في حولها قريب. يمكن شوية تطلع، يعني ممكن ربع ساعة يمكن أكثر. لكن هذه كانت تغطية بشكل عام لقرية زاديار. يلا يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.